خوتي الأعزاء، السلام عليكم وتبارك الله عليكم. وكما كنوعدكم دائما يعني خصني نجيبكم شي حاجة اللي هي مؤثرة، اللي كيعيشوها بعض الناس وبعض السجناء اللي كيكونوا ظلموا في الحق ديالهم، وخداو واحد الحكم يعني اللي هو قاسي جدا. بحال دابا مثلا كعبد العزيز الشيدي دا 30 عام ديال على القتل، ولكن هو ما دار حتى شي حاجة، وضرب 7 سنين ونص تقريبا 8 سنين. عاد بان اللي طياح الروح، وملي بان هذاك اللي طياح الروح يعني هذاك اللي جبره طياح الروح يعني قاتل 9 ديال الارواح، ياك سبعة ديال الارواح. ومع ذلك ملي شدوه عطاوه 20 عام. علاش؟ قال لك ربما خلل عقلي. علاش؟ هذا الانسان هذا كان كيدور في الجرادي واللي كيلقاه ناعس، يعني هو كيقول في العقيده ديالو على انه ملي كيعمل لهم ديك القضيه هذيك يعني كيرتحهم يعني من ديك الحياه هذيك، عليها كيهز حجره وكينزل عليه. يعني كانت هذه هو الفكريه ديالو. هذه من جهه. ملي قبطوا هذا الانسان هذا وناضوا كيدوروا به، يعني كيقولوا له في طيحة الارواح، الا حتى وصل من ديك البلاصه اللي هاد الناس هادو مشاو بها ب 30 عام. كيفاش؟ قالوا له انت طيحتي روح هنا، وصف لهم كيفاش عمل، كيفاش فعل، كيفاش ترك. يعني الا حتى جبروا هاد الناس هادو بريئين. ولكن في الساعه اللي بانت البراءه ديالهم يعني الا حتى كان فات الفوت، يعني ما بقاش يعني ما يتصلح. ولكن مع ذلك الانسان عاود طاح وناض الا حتى صلح راسو بيدو، ما صلحات ولا دوله ولا حتى شي حاجه. يعني هو صلح راسو بيدو. بحال ياش يعني السيد في الساعه اللي تهموه بهذه القضيه ديال الروح يعني باقي صغير، باقي صغير، باقي شبابي، باقي بالحمى ديالو صافيه، باقي بالاخلاق ديالو كما هي. ما يعني ماشي يعني ماشي كنقولوا كيعمل شي مسائل هاك مثلا كيشرب او لا كدا ولا هادي في ذاك الوقت هذا كيبيع كارو. ولكن هذاك الشيء عقل الصغر، بنادم كيحاول كيخلق طريقه باش يدبر على راسو. هذه ماشي عيب. كيشرب كيبغي يعاود داك عقل الصغر، كلشي يجوز هذا الشيء هذا. كيشرب ولكن ماشي لدرجه الا حتى غادي يمشي يقتل. وحتى ناضوا شهدوا فيهم ناس يعني في الحومه اللي قالوا شافوهم كيغسلوا الشفاري في سبيل ديال الماء. هو هاد الشهاده حتى هي كانت بالزور، يعني غيمشيو ديريكت ان جهنم الناس هادو اللي شهدوا بهاد القضيه هادي. المهم عبد العزيز دري صغير، كان شحال في العمر ديالك اخي عبد العزيز؟ 19 عام. غوت شويه. 19 عام. كانت في العمر ديالو 19 عام. تخيل دا واحد الانسان في العمر ديالو 19 عام اللي هو ما كيعرف لا حبس ولا يدك ولا خليك لحمو صافيه. العقل ديالو صافي، يعني ما كاين يعني السيد بخير نورمال. ديتوه شجنتوه جعلته مثال، ماشي نقولوا الدوله، ولكن داك الشيء ديك الاثباتات اللي كانت عليه نقولوا وثبتت على انهم كذا مع الشهود. حنا عارفين بلي ان داك الشهود زادوا غرقوا القضيه. ما غردوش الا هما كامله السلطات ولا هذه باش نكونوا واعيين. ولكن السيد ديتوه صغير. في ديك المده هذيك اللي ضرب تما راه ما بقاش هو هذاك في العقليه ديالو. السيد بدا كيجيه لا كريز، قطع اللحم ديالو، قطع البزول ديالو في الصدر ديالو، لحمه كامله مقطعه. يعني اذا شاف الانسان يعني يقول العجب. بكثرت كان كيدافع على راسو، كيقول له وسط الحبس انا مظلوم، عيا ما يغوت، عيا ما يكدا، عيا ما يهدي. ولكن في النهايه حتى شي ما كانت حتى شي ودنينه كتسمع له. كيحسبوه بحال اللي يحمق، بحال اللي كيخرف، بحال اللي كيهدي، بحال اللي كيهدي. السيد حتى هو زاد امرض مع النفس ديالو، ولا كيدخل في شي حاجات، في شي شبوقات في وسط السجن باش يدوز حتى هو حبسو. بدا كيعمل شي حاجات حتى هو او باش يدوز حبسو. ما يمكنش غيبقى غير حاني الراس. يعني دوزا معاهم بهاد القضيه هادي ديال يقطع لحمو، يكرفس راسو باش يجيب حقه. هادشي كامل عيب باش يجيب حقه، ماشي كيقطع لحمو على اساس باش يسرق شي واحد ولا باش يتعدى على شي واحد، ولكن على داك الحق ديالو اللي هو خصو يبينو صح. وبما ان هو ما قتلش الا تبان هذا السيد هذا اللي قتل. هاد السيد من اللي قتل ديتوه، عطيتوه 20 عام، رخيتو هاد الناس هادو، خرجتوهم، سنيتوهم في واحد الورقه على اساس هاكو حقا جبرتوا الناس ملهوفه على الخروج. ما بقاتش كتبحث في الورقه ولا اش غتيني ولا اش غتكدا ولا هادي. سنات كدا خرجت بحالها، خصها هي غتخرج للحريه. الناس كتمضروبه ب 30 عام عاد تسمع راسها خارجه بحالها، غتقدر تسمح لك في كل شيء وتخرج. ولكن ماشي هكا. هذا كتسمى يعني الاستغلال. استغل بنادم العقليه ديالو اللي ضعيفه، ما فاهمش في هذا الشيء هذا. بنادم استغلها يعني. وطلقتوا هاد الناس هادو، جوج ماتوا، بقى واحد هو هذا عبد العزيز باتي. هذا واحد اللي بقى فيهم.
غتقول اخي عبد العزيز في الساعه اللي ظلموك وكذا وهذه وطلعوك للحبس، يعني غير ملي دخلتي كيفاش بان لك الجو مع انك مظلوم، مع انك يعني هذه صلى كيفاش طلع فيك اخي؟ صلى طلعنا الله طلعونا من عند وكيل الدولة، حكم علينا شهر نبقاو معذبين تمايا. وعمني طلعنا كيقولوا حنايا سمعنا الصوت ديالك هنا، الصوت هذاك اللي مات هنايا، وبداو كيضربونا، موظفين كيضربونا، شهر العقوبة حتى شي قيمة مع المخزن مع مع موظفين حتى شي قيمة. يعني قتل الروح، كلشي كيركل فينا، كلشي ما عاطي فينا لا قيمة لا والو. دخلنا للحبس، ضربنا 4 شهور، ذبحت الاولى 4 شهور، الثانيه هبطونا المحكمه عطاونا شهرين مداوله، هبطت الثانيه بين كل شيء 10 شهور، كنا محكومين 30 عام ديال الحبس، ما شفنا مارينا، ما شفنا مارينا. الضربه بما انك انت ما عامل والو وما قاتل ما والو، حتى انت كتسمع القاضي قال لك سير عندك 30 عام ديال الحبس، كيفاش حسيتي في ديك اللحظه؟ ايت ما نبكي ونغوت، وكان البوليس كيهبطونا بجوج بينا انا وامو رحم الله يرحمه مسكين، شدوا علينا دخلونا نبيت صحه بحال صحه، وحنا كنقولوا والطارس انا يديها هو مهرس، مهرس يديها قوت كنلقبني ما خليت ما عملت. دابا اخي بنادم كيكبر، بنادم ظلمان وعدوان 30 عام ما شفنا مرين، ما عارفين شي هاد الشيء هذا يوقعنا في الحياه ديالنا بعداك حنا. نهار اللي بقيتي كتغوت في وسط الحبس ديك المده كامله ديك، دابا حنا كنا مع بعضياتنا في 86 في الكارتي ديال الدال، في الوقت اللي كنت انا مع نور الدين الخاوي مع جمال روبيو واقفين في الشامبري 8. انا كنت ديك الساعه تما، كنت انت اخي عبد العزيز في الجوج، انت وتشوك، انا وتشوك كنا كنتهاودوا مع بعضياتنا، لا كنت كنفرق الماكله وكذا، كنت كتفرق انت السوبا وهذه، فهمتي؟ تشوك الله يرحمه مسكين، تا هو اللي جبدناه، وتا انا عملت انا القصه ديالو وديال الدنيدينا وديال باكا ديك راه هبطت تا هما عليهم، فهمتي؟ تا راح هما لاهم. كاين شي ناس مكلخين كيقول لك كتباها بالحباسه، حنا ماشي كنتباهاو بالحباسه، حنا كنحاولوا نبينوا الناس زعما الندم كيفاش تكرفوت بنادم ماشي كنفتخروا بالحبس، كنفتخروا يعني بديك العقل اللي خرجنا به من الحبس، حنا دابا خدامين في وسط الناس. الحمد لله. كاين شي ناس مكلخين كيقول لك واش غتسمع؟ لا والو صراحه الله. حنا هذيك الساعه ديك ملي تحكمنا ب 30 عام تبكونا، طلعونا تبارك بحال تفكرنا ما بقيناش. طلعنا من الحبس ديك الايام هذاك اللي كيتحكم كيهزوا والو بحال الحياه اخر من الالف نحيد الدار صافي. باش نحيد الدار عاود قال لك هذا محكوم ب 30 عام، قالوا لي الشاف كارتي واحد كيعيطوا له حانتوت كيقول له يا في الزنقه كتكونوا في السفاري كيعمل ارطان كيكميكارو كيعمل ديك كوب المشيه ديالو بحال كوب، كيقول في الزنقه كتكونوا بالسفاري وفي الحبس كتدخلوا كتبقاو ديروا شو. قلت له انا ما عامل والو، الناس كامله كتعرفني ما عامل والو. اصدق ساليت انا هذيك اليومين اللي كنت معكم تما في الدار في 86 ياك المشكل وقع في 86. من بعد خرجت انا بحالي، رجعت في 87 جبرتك باقي في الدار، باقي تما. خرجت ديك الساعه رجعت فوقاش انا والخاوه رشيد في 91 على الغابره والاجرام وكذا، الطاكسيات انا كامل معاودين ديالي على التروبيله اللي كنا عملنا في طنجه، اللي غادي تكون انت معنا فيها، اللي دابا عاد يعرفوها الناس باللي ان كنا مع بعضياتنا ولاد المناتف. ولكن انا ما عامل معكم والو. شوف شنو عملونا، شوف شنو عملونا. قوت كندافع على حقي حتى في الزنقه، شاركوني معاكم انتوما على سماع. انت يلا خرجتي في ديك 30 عام، الله خرج دوزتي عام على برا، طلعتي معايا انا والاخ ديالي. انت كانوا عندك مسائل ديالك اللي انت بينك وبين الخاوه ديالي الله يرحمه، انا ما كنتش كنتدخل لا والو والخاوه كان عنده شي مسائل ديالو كيعملها عاود، ما كناش كندخلوا لا انا ولا انت فيها. وانا كنت كنعمل المسائل ديالي اللي كنعملها مع الخاوه رشيد ديال التاكسيات وهادي. من بعد تشبرنا عاود انا والخاوه وطلعنا، عاود لاقيناك في الحبس، دوزنا ديك المده مع بعض. لا تشبرنا هذه ب10 طلعنا مع بعضياتنا، دوزنا 10 سنين مع بعضياتنا الحبس ديال طنجه. هزونا شفشاون بدا كيطيح علينا، اصدق هبطونا لطنجه ردونا. بقيتي انت عيتي ما كتحيا معاهم، كتقول لهم يا انا كذا، فيما كيجي شي مسؤول، فيما كيجي شي كذا، فيما ولكن بحال اللي كتهضر يعني مع الهواء، يعني كيقولوا لك واخا انا مظلوم انا كذا، ساعدوني كذا، عييتي ما كتعمل هذا الشيء هذا حدانا. نفكرك في واحد الحاجه، ماشي كان الوكيل العام
من تما قلت له انا متهم وتينا واخاكم مرحم، كتقول له هذا ما عامل معنا والو. نوكل المدير العام قال لي بيتينا قلت له انا تهموني 30 عام، قال لي جيب الورقه اللي بيدخل. جبت له ديك الورقه. ما جبت له الورقه ديال الخروج، ماشي جبت قال لي عطيها انا المدير، ما عطيتها انا المدير. جازت واحد تيمبوزا هو، وقلت له ديك الورقه، قال لي نسيتها كانت هنايا هذيك. غمقوا لي على ديك الورقه صافي. هذيك غامقه يعني ديك الورقه هذيك. عارف كنا صغارين. هي اللي كنا صغارين. حقك التعويض. كنا صغارين. علاش انت ما عاملش؟ ما عاملش. حنا شو دابا كنطلبوا، حنا ماشي كنحاسبوا الدوله، حنا كنطلبوا من الدوله ومن المسؤولين الله يجازيهم بخير يعاونونا والسلامه ديالك. راه من حقك في التعويض ديالك، من حقك يشوفوا فيك هكا، واش فهمتي؟ من حق المغاربه ديالنا هما كيسمعوا قصتك يساعدوك يوقفوا معاك. عبد العزيز يعني دابا غير في بوليفار عامل كريتينا كيبيع كارو ديتاي، عنده 3 ديال الوليدات. يعني السيد كبر، كيجيه لاكريز، خرج من هذا الشيء هذا مرض المرض اللي خرج به من السجن. معصب خاي، معصب الصراحه هذا لا تسعى الخطر والو. بوبري ما حلتو العواول، ما حلتو الراسو، ما حلتو اللاكريز اللي كيجي حتى كيطيح في الشارع، كينوض كيجبر راسو خملوه. ديك الناس اللي كيدوروا بها، اللي دالو تليفون، اللي دالو فلوس من جيبو. يعني هذا الانسان خصو يداوى بعداك على هذا اللاكريز هذا اللي سبوه له، وعلى التعويض ديالو ديال الصغر ديالو اللي ترزا فيه تمايا، وعلى اللحم ديالو يحاولوا يصفيوها له ويعملوا له شي طبيب وكذا ويعالجوه، يعملوا له واحد الريباراسيون على الحياه ديالو، على هذه ديالو. يعني هذه من الواجب ديال الدوله تعمل مع هذه القضيه هذه. اذا كنا منصفين في واحد البلاد كما كنقولوا، حنا عندنا دوله الحق والقانون. هذا القانون خصو يخدم على الله يجازيكم بخير باش يتم قانون. عبد العزيز الشيدي عنده قصه ديالو واقعيه. يعني 30 عام ديال السجن غيظلموا واحد الانسان وما ضرب فيها والو، عامل فيها والو. عباد الله بان اللي بان. بحال دابا نقولوا بنتازوت هو شجر راسو كيقول بلي ان ما طيحش هذيك الروح وشجر راسو في الدار كيدافع على حقه. ونقولوا مازال. انا نعطيكم واحد الخلاصه. بنتازوت نقولوا باقا محالفه لكم في التحقيق ديالو تبينوا البراءه ديالو، ولكن هذا باينه البراءه ديالو. باش باينه البراءه ديالو؟ وهو بالسيد اللي شديته راه اعترف بالروح وعطيته 20 عام وضرب راسي كيضرب الحبس. اذا هادو ها صافي بانوا يعني بريئين. اذا شنو تجازت ديك البراءه يعني اللي طلعوا منها؟ خصنا واخا هما ما يطلبوش بحقهم، ماشي نخبعوا لهم الورقه اللي غيطلبوا بها بحقهم ونديوها لهم ونغمقوا عليها ومن بعد نغمقوا عليه. لا، هذاك السيد هو اللي خصنا ندعموه. 30 عام عباد الله، غير الضربه ديالها راه ما كتقبلهاش العقل. كاين بنادم كيسمع 30 عام كيهرب له الفرياخ. وفعلا انت عبد العزيز راه مره راه ماشي كي كندعيني معاه انا، راه صاحبي وبدا ولاد الحومه وجوزنا مع بعضياتنا و10 سنين ديال الحبس وكتا. وهذه يعني هذه ملي خرج من 30 رجع معايا انا ب10 سنين انا وخاوه. دابا كنعمل الواجب ديالي معاه وكنطلب من الدوله الله يجازيكم بخير. شوفوا القضيه ديالو، الله يرحمكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يعطيكم ما في نوايدكم. حنا كنعترفوا بالسلطات ديالنا وكنعترفوا بالدوله ديالنا. وعاش الملك محمد السادس، الله يحفظه والله يشافيه في اقرب وقت ممكن، والله يعطيه شي صحه جديده ما شافوها عينين، ما سمعت عليها ودنينا. يشوف هذه القضيه ديال الناس هادو اللي كيدخلوا للحبس وكيظلموا، يعني ما كيكونوش عاملين، بعد كتبان البراءه ديالهم كيطلقوهم بلا تعويض. هاد الناس خصكم تهتموا بهم، الله يجازيكم بخير. وانا ربي عطاني هذه القوه. انا بقيت تابع هذه مده وسنين، الفت كتاب ديالي، ماشي جيت انا. هذه ميساج عندي من رجال السلطات. انا ماشي جيت، نتوما خصكم تدعموني انا دابا. واحد الانسان شجنتوه كذا، قرا كفاح طاح نض، الف كتاب خرجوه، عمل مسرحيه في سوق الارباع، عطاوه شهاده تقديريه ابو الفنون من داخل السجون، عدد ديال البرامج اللي عملت كاب راديو في ميديا تي في. فهذه يعني خصكم تدعموني ماشي تجيو ضدي. وحتى اذا خرجت من فمنا شي حاجه شي نهار غير قصد، راه ما تلوموناش عليها. بالعكس انا طامع في الدوله وطامع في المسؤولين يدعموا حتى سعيد صاو. علاش؟ مجرب، عارف، كيعرف اي حاجه، وما غنكونش ضد انا الحكومه ديالنا، وما غنكونش ضد التقاليد ديالنا، وما غنكونش ضد سيدنا اللي كنحسبوه فوق راسنا تاج. والدليل على كلامي انا سيدنا عامل له قصيده ديالو اللي هي في الكتاب ديالي اللي مؤلف ديال يوميات سجين والهان، اللي هي العنوان ديالها الملك المعجزه. هذا دليل على انني كنحب الملك ديالي وكنعتز به وكنفتخر به، وديما التاج فوق راسي. وكما كنتش كنحسبوا هكا ما غتجينيش الرغبه الا حتى غنكتب عليه قصيده في كتاب ديالي اللي هو يوميات سجين والهان. يعني الانسان كتب عليه واحد الحاجه الا حس بها وبغاها وحابها.
هادشي اللي كاين ملي كنعتز به وفوق الراس ديالنا، والدوله ديالنا كنعتزوا بها. لهذا الله يجازيكم بخير. شوفوا في عين هذا الانسان هذا، حاولوا تدعموا سواء الدوله ولا الحكومه ولا المغاربه ديالنا، سواء الجاليه المغربيه ديالنا، يوقفوا معاه. هذاك الظلم اللي تظلم به، الظلم اللي تظلم به من حقنا نوقفوا معاه فيه. ويحكي لكم دابا باش غادي نسالو، غيحكي لكم واحد الطريف من الحياه ديالو اللي كيعيشها دابا مع وليداتو، مع كذا، مع كيفاش كيجوز اليوم ديالو، مع هادي يعني. وغادي نختموا هذا الفيديو الله يجازيكم بخير. حكي لهم اخي عبد العزيز كيفاش كيجيك داك لاكريس، كيفاش كتجوز اليوم ديالك، كيفاش كتبيع داك الديتاي. الو بنادم كيكبر، بنادم كيكبر كيتهرس له الراس باي طريقه، ما كيبقاش بنادم حماق. دابا بنادم عنده العواول كنتفكر يخرجوا ولادي احسن منا ويخرجوا ولادنا مزيانين، ونطلبوا ربي الحبيب الله يهدينا ويهدي جميع المسلمين. الصراحه الله اي واحد كيتيح له العقل ديالو الراس ديالو كيتبدل له ملي كيكبر. الحمد لله رجعنا كنصلي وتوبنا لله، عرفنا الطريق اللي مزيانه واللي عيانه. دابا كنطلبوا ربي الحبيب والمسؤولين يعاونونا. السؤال هادشي اللي كنطلب انا. دابا انت راضي، يعني راضي في النفس ديالك بهذا الشيء اللي عملته معك يعني الدوله؟ والله ما راضي. علاش اي واحد كيقول لي الله يا اخي عبد العزيز ما عطاوك والو، ما عطاوني ولا شفاده، لا قلت لهم لا موتور، كنقول لهم والو، كيقول لي يا لطيف وكنت انا والله تنعمل والله تنفعل، ضربتي 30 عام، ضربتي 8 ندير الحبس على خلاها وانا ما كتجيش معايا. طالب من الحكومه يعني تشوف القضيه ديالو، كنت طالب من بالحكومه ومحمد السادات الله يطول له في عمره يعاونني، الله يسافيه والله يعطيه ما كيتمنى. الملك ديالنا والدوله ديالنا بالحق حاسب راسي مضيع خسران ملي جات كورونا، هذا المرض هذا جا تكمل علينا. الله يحسن العون اي واحد ماشي عيلي لي انا اي واحد، الله يحسن العون. واحد النصيحه الاخريه اللي غنختموا بها الفيديو للناس اللي ماشيه في هذا الطريق ديال التزنديق وهذا الشيء ديال المخدرات وهذا الشيء اللي قزنا فيه حنايا، باش تقدر تنصحهم واحد النصيحه من عند عبد العزيز باتي اللي معروف طنجة. يعني معروف الطريق هذه ماشي مزيانه، هاد الطريق هذه ماشي مزيانه معروفه. يعني علاش عادي نسعف انا 3 بينا ولا 2 بينا غنشريو قرعه بينو، اولا غادي نشريو طريب الحشيش نمشيو نجلسوا وتوقع شي جريمه بحال اللي وقعت لنا حنايا. ديك الجريمه اللي عاد توقع بحال اللي وقعت لنا حنايا تقدر تطلع في حياتنا متهم، طلع بحالك عاود يتهموك بها، طلعت انت ب 30 عام ولا طلع ب 10 سنين ولا طلع ب 20 عام. ونطلبوا ربي حبيبات السبب اليوم خفافين شويش، نطلبوا الله يجعل ربي حبيب الله يهديهم وقابلوا الرياضه ديالهم والله يهديهم والله يشافيهم. حياه جديده من الحياه اللي عشنا فيها حنايا، ماشي هي الحياه ديال ما بغيوها لا ليكم ولا للناس اخر. نطلبوا ربي الحبيب الله يحفظكم وصافي. كنشوفهم خفافين والعود اليوم ماشي بحال صراحه الله. غتقدم الاصدقاء ديالي راه ناس غيشوفوك. انا باش دائما كنقول هذه الهضره هذه ماشي شي حاجه، علاش ما يمكنش نقول لواحد الانسان انت منافق ولا كذاب وانا عارف ما غيقولوا الحق. انا غنقول لك انت منافق وكذاب اذا تشهد بالزور. كيفاش كتعرف على السعيد ولد المنتفع؟ الله عمرها سلعه خايب. وكيفاش كتعرفوا كيتصرف في السجن مع المساجن؟ شوف انتينا ما نعبر لك، ما نقول لك في وجهك ولد الحومه ديالي ولد المنتف ديالي وكنعرفك مزيان. انتينا بالقرايه ديالك والوعيه ديالك راه معروف في وسط الحبس، في وسط السجن، في وسط الزنقه كنعرفك. الموظفين ديال السجون كيفاش كيتعاملوا معاك الله عمرها سلعه. علاش سينا واحد الانسان كتحسب بحال شيتينا موظف، ديك القرايه ديالك والوعي ديالك كتحسب شيتينا موظف، يعني ماشي محسوب بحال ديك النادم اللي كيقولوا هذاك يقطيعوه ولا هذاك حماق ولا هذاك. والمسجون انا صراحه الله كنت فابور ليلو الله عمرها سلعه. صراحه الله نقول لك الله اعلم اخي هادشي هذا كنقولوا من قلبي ماشي كنقولها لك في وجهك ولا اليوم الدنيا وغدا الاخره. الصراحه الله وربي فوق منا. الاصدقاء ديالنا وشكرهم عاد غادي نطلب لهم خوتي العزاز باتي عبد العزيز مول هذه القصه هذه اللي هي مؤلمه هذه، يعني اللي ما غادي يحشي بها. يعني كنقول انا اللي غادي يعطيكم رقم ديال التليفون ديالو ماشي ديالي، التليفون ديالو غيعطيه لكم وغادي تحاولوا اللي عن القلب ديالو يعني عطف وحس بان هذا الانسان هذا محتاج المساعده ما فيها باس، غادي تصوني عليه وغادي تحاول تتعامل معاه لوجه الله، نظرا للوليدات اللي عنده، نظرا للظروف اللي كيعيشها، نظرا للاكريز اللي كيجيه، نظرا من هذا الديتاي اللي كيبيعوه هنايا في بوليفار، نظرا للزوجه مسكينه اللي هي مضحيه معاه من قديم الزمن. واحد الزوجه عند الله عمرها سلعه، بنت الناس، بنت الاصل.
لهذا دعموا هذه الاسره باش تكمل الحياه ديالها، يعني ما فيها باس. واش فهمتي؟ قال لك الميت باش ما رحمتيه غيترحم، الميت خويتي عليه بدون غيترحم، خويتي عليه كاس د الماء غيترحم، خويتي عليه غرف غيترحم. لهذا داكشي على حسب القلوب ديالكم، وهو غيعطيكم الرقم ديالو بيدكم، وزموه عندكم الله يعزكم. ونعطيكم واحد 2 دقائق 3 دقائق اللي بغى يوجه ستيلو ولا شي حاجه، اللي بغى يتعاطف مع هذا الانسان هذا على وجهه، على وجه الصديق ديالكم سعيد صاول، اللي كيقلب دائما على المساعده وكيحاول يبين الدراري اللي مظلومه واللي خصها المساعده. وغادي نختم لكم من هذوك الناس اللي كيقولوا في التعاليق حنا كنكبروا الا حنا انا كنزيد نعاودها، ما كنفتخروش بالسجن، كنفتخروا بداك الشيء اللي خرجنا من السجن، وبالعقل اللي خرجنا به من السجن. هذا الشيء انا كنزيد نعاودها اللي كنفتخروا به. اما الحبس ما كيفتخر به حتى شي واحد. هذا اخي عبد العزيز عطيني الناس الرقم ديالك وبشويه بشويه. الرقم ما كنعرفوش اخي سعيد. عندك شي هاي قول اخي سعيد. الرقم ديالو اخوتي ها هو. الله يجازيكم بخير والله يطولكم في العمر. ما كرهتش يجي عندي هذا الانسان ويقول لي اخي السعيد ذاك الاصدقاء اللي عندك فرحوني وفرحوا لي وليداتي، وربي هو اللي غيجازيكم. الله يحفظكم الله ينوركم. انا ما كنبغيش شي حاجه تجيني يدي ولا كذا. هو المشكل ها السيد اللي كيتالم وما كيشوفو حتى شي واحد. لهذا رقمه التليفون ديالو راه هو عندكم، دبر راسكم معاه. انا الصديق ديالي وخاي وعزيز عليا، الله يرحم. جوزنا 10 سنين ديال السجن، وهادي وكلينا مع بعضياتنا، حزننا مع بعضياتنا، بكينا مع بعضياتنا، جاتنا النفس على بعضياتنا. كنا ولاد المناتف في المنتف ديال 10 تا خرج من 30 عام ولكن ما معنا ما عمل والو. واحد جوج المشكلات كانوا مع الخاي مسكين الله يرحمه، ديك جوج المشكلات هما اللي جعلوه بوبري عاود تصيد وطلع معنا. مع ذلك عاود دوزناها مع بعضياتنا في طنجه في شفشاون، يعني ما خلينا ما دوزنا. وكنا يد وحده مع بعضياتنا انا وياه والاخ ديالي، واللي كيوقف وجهنا بحال يوقف حدا عاصفه ما غاديش يخرج منا، سواء لم ولي الوقت. ما كيقدروش يزعموا على شي واحد فينا، كيعرفونا غنوضوا نغوتوا 3 بينا. اذا ناض باتي غوت غينوض حتى رشيد وحتى سعيد غيغوتوا، اذا ناض رشيد غوت غينوض حتى سعيد وباتي غوتوا. وهما كانوا كيهربوا من الطريقه هذه وكيعطيونا اتساع وكيخليونا عايشين ترانكيل. الا حتى كسبنا الاحترام بيناتهم، حتى كسبنا واحد الوقار بيناتهم، ولينا عايشين كما بغينا معاهم، وما كنتعداو على حد، ما كنظلموا حد. لهذا خوتي ها النمره ديالو اللي هي 06 06 وحده 12 50 51 36. غادي نعاود لكم من الاول وغنبين لكم حتى في الصوره. 06 12 50 51 36. الله يجازيكم بخير. وقال لك خير الناس انفعهم للناس، خير الناس انفعهم للناس. وواحد الحكمه كتقول جرب ان تشعر الاخرين بالسعاده وقلبك يتالم. وجرب هذا الشيء اللي قلت لك، جرب هذه الحكمه هذه وتشوف كيفاش غادي تحس في الساعه اللي غادي تفرح واحد الانسان. وهذا هو الرقم ديالو، عاود نزيدو لكم. راه هو اسمه فتحت منه، هو الرقم ديالو خوتي. هو عبد العزيز، الاسم ديالو عبد العزيز الشيدي. الله يجازيكم بخير، الله يطولكم في العمر، الله يعطيكم ما في نويتكم. وتحيه للجاليه المغربيه ديالنا، الله يجازيكم بخير. وقفوا مع هذا الانسان، راه يستاهل، راه يستاهل. مشى مظلوم وكان غير نقولوا داير وكذا، نقولوا ما يستاهلش ما يستحقش يعمل بحال قتل، ولكن هادشي هذا ما كاين منه والو. اذا يستاهل هذا الانسان هذا رغم ديك الظروف اللي دوز ومجوج بوليداته. الانسان يحاول يتعامل معاه والراس في الراس. بلا بيا انا خوتي تليفون صونيو عليه، الله يعاونكم معاه. انا الهدف ديالي خصني غير نفرحو، علاش كنشوف الظروف ديالو كيفاش كيعيشها. غير هاد اليومين قال لي انا كتب هاد العوا ولا قصه كذا، قلت له انا غندير معاك هذا الحوار. وزيد انا كنت عملت فيديوز عليه ولكن كانوا باقي الاصدقاء شويه قلال. قلت له دابا راه خرجوا صدقوا شي ناس كرام وناس
مزيانين، ناس الله يعمرها سلعه والقلب ديالها السلاطين. ان شاء الله غادي تتاسف معاك وغادي تهادي معاك وغادي تحاول تدعمك. عطا الله باللي كنت والله كما قلت لكم الميت باش ما رحمتيه غيترحم. هذا الله يجازيكم بخير وتحياتي لكم والله يحفظكم والله ينوركم وليله سعيده للجميع. الصاو ديما معكم ارحم والديك ديما معكم. واحد التحيه اخي عبد العزيز من الاصدقاء ديالنا. الله يطولكم في العمر والله يرحم والديكم والله يهدينا ويهدي جميع المسلمين وعاش محمد السادس. لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله. الله عبد يرحمه. العزيز الله شفنا ما يكفي، يا رب. دوزنا ما يكفي في السجون. الحمد كنا انا وياه ملي كنكونوا في غرفه واحده وبدينا